والله غدوة ساعتين في المكتب نتاعو بحضور من ممثل الشركة التونسية والمحامي نتاعو. باش تكون ثم جلسة مع سيد الجمهورية لبحث معنا الحلول على الأقل العاجلة للمسألة هذه. إن شاء الله غدوة. يعني ونتعندهم ما فماش حل حتى سريع، خاصة الشهريات ما فماش حل في الشهريات. السريع هو معمول الشركة لأنه عمليا الشركة قاعدة قائمة الذات لم تغلق أبوابها. معناها ما يجمش تدخل حتى على مستوى الشؤون الاجتماعي. احنا دخلنا في العيد السابق وتمكنوا من إعانة مادية معناها بسيطة 100 دينار على مناسبة العيد، ولكن قانونيا ما يلزم حد شيء، ما يلزم الشؤون الاجتماعية الوزارة باش تعطي إعانة لأنه شركة قائمة الذات ما أعلنتش فلسها ما سكرتش. بالتالي احنا نتبعثوا غدوة إن شاء الله السيد الجمهورية باش يجلس مع الشركة مع ممثل الشركة السيد رئيس المدير العام والمحامين وشي يخرج بحل إن شاء الله معناها على الأقل في تمتيع العمل بالمرتبات، وإذا كان حتى مشكل متراجع من بعض منها لحل جزء نقولوا الأزمة تويكا في انتظار. احنا بالنسبة للشركة حاولنا تعرفوا كل مرة معناها تقريبا 4-5 شهور احنا مفاوضات حبينا نوجد حلول مع توافقية بينه وبين الناس اللي معارضينه أصحاب الشاحنات. الشركة هذه من اللي معناها تولاها في كريم وناحية معناها وقعت في مشاكل عدة. المشكلة الأولى هي اكسبورسال اللي حالوا العمل نتاعها على المعاش على البطالة الفنية، والمشكلة الثانية هي أصحاب الشاحنات اللي معناها اعترضوا على أن الشركة باش تكفل معناها الوسائل الخاصة نقل الملح وتستغني عن خدماتهم، وهذا اعترضوا عليه. وحاولنا نوجدوا توافق على الأقل نهزوا العصام الوسط أنه يعطى حصة للناس هذوما ولو أنه ما ثماش عقود رسمية معهم، ولكن ثم عقد معنوي أنه كانوا يتعاملوا مع الشركة، وبالتالي تواصل هالعقد المعنوي هذا بشكل أو بآخر بحصة عليهم وحصة للشركة. ممكن الحصة نتاع الشاحنات تبدأ تقلص بشوية نظرا أن عندنا مشاريع حتى عمومية على مستوى الجهة اللي هي الطريق الرئيسي طريق السيارة يبدأ الإنجاز نتاعها بداية ديجا. فقلنا هالحل التوافقي على الأقل يمكن شركة باش ديماري في أحسن الظروف من غير تعطيلات من غير تشنجات، ولكن ما حتى طرف لا تنازل وتواصل المسألة هذيك. وقلنا الملف هذا تحل في الأخير وكيل سيد الجمهورية ونجم يهز في الأخير معناها طبق القانون هز سلاتك وتمكنوا من معناها مرور الشاحنات معناها الميناء. هذا استأنف هو نشاط في تقريبا شهر ونصف التالي وحب يهز الشاحنات بتاعه ووقع اعتراضه في الطريق في السياح طريق جرجيس، ودخل سيد الجمهورية وكلف الأمن باش يصرحوا الطريق، صرحوا له الطريق المفروض باش يواصل صحيح معناها في ظروف صعيبة شوية ما هيش ظروف عادية، مش باش يلقى الطريق مفروش بالورد باش يتحمل الضغط شوية مع السلطات الأمنية، ولكن كان مسموح له باش يواصل طريقه ويهز سلعته الميناء. ولكن هما الشاحنات بتاعه أنا رجعت قفلت راجعة واعتصمت أمام المعتمدية ما نعرفش على أي سبب. احنا هذا الملف عن سيد الجمهورية المفروض معناها حلول أنه تشتغل الشركة وتهز سرعتها هذه واردة لكن تحت شوية ضغط معناها في الشارع، وهذا لازم يتحمله هو اللي كان سبب فيه في الأخير في الأول والأخير هو مولى الشركة هو اللي كان سبب في أحداث القلق على مستوى الشارع وضغط الشارع. وإحنا الحل هذا في الأخير نلتجئوا له، ولكن ما يكونش معناها بالنسبة للتأمين حتى على مستوى السلطات الأمنية جمش تأمن معناها 12 شاحنة معناها ديسكورت قدام وراء كل شاحنة إلى آخره، ولكن تأمن له الطريق ما ينجمش الطريق مسكر تحله له. ثم دورية موجودة ضمن القارة نجم أي مشكلة يتعرض لها يتصل بالدورية وتتدخل. هذا شيء نجم تعمل الأمن ما عندوش إمكانيات كبيرة زاد باش يأمن الشاحنات اللي تمر في الطريق الكل معناها واحدة واحدة. هذا إن شاء الله قلنا على كل سيد الجمهورية كنت اتصال به وعين جلسة كما قلنا غدوة ساعتين إن شاء الله مع مدير عام الشركة والمحامي بتاعه إن شاء الله نخرج بحل على الأقل كما قلت سريع لتمكين العمل على الأقل من بعض مرتباتهم في انتظار إنه الحل النهائي على المشكلة هذه. إن شاء الله. فتم تعليق إضراب الجوع ولا؟ لا ما في باليش تعمل تعليق، وما إن شاء الله ممكن إذا كانت مكنت باش نزورهم ونطلع عليهم إن شاء الله العشية ونعمل زيارة للخيان هذول المعتصمين ونطمنوهم على الأقل من هنا الغدوة إن شاء الله نلقاو الحل. إن شاء الله. شكرا.